مرحبا متابعينا الكرام. اليوم الجمعة، أذكركم وأذكر نفسي بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المساهمات، المبادرات من رجال الأعمال في قبيلة سبيع ممن لبوا نداء بني عمهم وربعهم الشماسات اليوم اتصالا غالي ومن الساحل الشرقي ومن أحد رجال الأفعال، رجال الأعمال، الرجال الذين لهم بصمة، لهم مواقف، لهم مساهمات مع أبناء عمومتهم، رئيس الغرفة التجارية في الجبيل وحفيد أحد فرسان قبيلة سبيع المعروفين، عضيب ابن مصيلط بن لاد العسيلي، هل الناقة وهل الخيل وفرسان ترثة فرسان أخونا الغالي سعد بن غالب ابن مصيلط. يا مرحبا ومسهلا يا ابو تركي، وبني عمك يسمعونك على السبيكر وعطنا علومكم يا اهل الساحل الشرقي. يا مرحبا يا ابو تركي، الله يطول عمرك والله يكتب اجرك ويبيض وجهك يا ابو سيف. حقيقه انك من الاعلاميين المميزين اللي حقيقه تفاعلوا ابناء القبيله في جميع المواقف اللي تحصل على القبيله سواء في الديات او غيرها. حقيقه تشكرون والله يا ابو سيف، انت وجميع الاعلاميين سواء سناب صدى او جميع سنابات القبيله اللي لهم حقيقة مواقف منظورة ومشهودة ومشكورة في نفس الوقت. فأنا عندي مشاركة تلبية ربعنا الشماسات باسمي وباسم شيباني آل مصيلط وعيال عمي. ما عليك زود، الله يطول حياتك. مبلغ 100,000 ريال طال عمرك على ما قال تلبية نداء ربعنا الشماسات، وحنا طال عمرك على ما قال مع ربعنا في ذي وفي غيرها يبشرون بنا. لا جاء مثل المواقف هذه حنا معهم طال عمرك، وعلى ما قال أنا وشيباني آل مصيلط طال عمرك وعيال عمي حاضرين. ما عليك زود، الله يطول حياتك. حاضرين في كل موقف طيب طال عمرك، وكل وقفة طال عمرك مع قبائل سبيع حنا معهم في ذي وفي غيرها يا ابو ونسأل الله القبول يا ابو سيف. الله انه يكتب اجرك يا ابو تركي. وانتم يا آل مصيلط فهود وعيال فهود وفرسان وعيال فرسان، والحقيقة ان الشيء بالشيء يذكر. اخونا الغالي رجل الاعمال سعد ابن غالب بن مصيلط دائما مبادر، دائما مساهم، علومه طيبة. أول من فتح المساهمات في اليتيمة من أهالي محافظة رنية كان اتصال هاتفي، ومنك يا أبو تركي، ومواقفك ما هي بتو يا أبو تركي، عوايد ما هي بجدايد. بيض الله وجهك وجمل الله حالك. وقفت معنا طال عمرك في مساهمة في البنت اللي من المجامعة، وبيض الله وجهك وساهمت وبادرت ومواقف طيبة يا ابو تركي ما هي بتول يا ابو تركي. الله يطول عمرك. ويا ابو سيف مثل المواقف هذه ترى ما لنا شكر، لا انا ولا جميع زملائي رجال الاعمال في المملكة والخليج. ما لنا شكر. اقول الله يخليكم. هذه انا اعتبرها فرض مثل الصلاة في الدين. والله المواقف هذه والله لا نشكر عليها، ونعتبرها واجب من الواجبات اللي يجب على كل رجل أعمال في المملكة العربية السعودية وفي الخليج شايف انه يكون له بصمة مع ربعه في قبائل سبيع طال عمرك والسهول، انه يصير له بصمة ويكون له موقف. لين على ما قال لا وانا اقولها دائما واكررها، المراجل هذه ما تعبنا فيها وجمعنا طال عمرك على ما قال الامور هذه اللي نبيها طال عمرك تجملنا في المواقف ذي، وعسى الله يجملنا وياكم المسلمين اجمعين. آمين. الله يكتب اجرك ويبيض وجهك يا ابو تركي. ومن يقول والله بطولات ولا غرابه منكم يا المصيلط، من طيبين الله يطول عمرك والله. وانتم يا لاد العسيلي اللي يقول فيكم الشاعر زامل يوم الجهل ما تؤخذ بالقريشات، واللي يبون من العرب ياخذونه. والله 70 نعم يا لاد العسيلي. والله ما عليك، والله ما عليك زود يا ابو سيف. هل المدح وتستاهلون وركن من ما عليك زود والله يا ابو سيف. اللي الواحد يبيه انه لا منه طال عمرك صلاته طال عمرك انه يدعي للناس اللي شاركوا. هذا اللي لين الدعوه بعض يعني تصير على ما قال اوثق واطيب، ونسال الله القبول. هذا اللي احنا نقول. امين. الله يكتب اجرك في يوم الجمعه ويبارك لك في حالك مالك وعيالك يا ابو تركي. اللهم امين. الله يجزاك خير يا ابو سيف. شكرا لك يا ابو تركي. يا مرحبا يا ابو سيف. امن يقول يا ابو سيف. مع السلامه.